طبعا انا كان المفروض ان انا اطلع واكلمك النهارده زي ما متعودين في كل مباراه عن التحليل التكتيكي اللي حصل ما بين النادي الاهلي ونادي بورتو في مباراه الامس او في مباراه فجر اليوم. ولكن للاسف يا صديقي النادي الاهلي يغادر بطوله كاس العالم، ومش زي ما الناس بتقول النادي الاهلي غادر بطوله كاس العالم وهو مرفوع الراس. هقول لك ازاي. طبعا الخروج من بطوله كبيره زي بطوله كاس العالم طبعا بيوجع، وانا حاسس بيك واكيد انت حاسس بيا بالوجع والقهره اللي جوايا ان فريق بحجم النادي الاهلي ما كملش في البطوله دي. بس السؤال هنا هو هل فعلا احنا خسرنا وخرجنا بره البطوله، ولا احنا كده بدأنا طريق علشان نعمل حاجة اكبر وافضل؟ اللي شاف الثلاث ماتشات بعين العقل وعين الكورة مش بعين الزعل هيفهم ان النادي الاهلي بياخد خطوات تصعيدية ان هو يكون فريق ياكل الاخضر واليابس زي ما كنا حرفيا مع مارسيل كولر. جمهور الاهلي مش بيتقبل الخساره نهائيا، ولكن لما تشوف فرقتك بيبدا ان هو يتبني عليها شغل وكمان يتحط عليها مستقبل وخطوات كبيره جدا تخليك تشوف شكل محترم زي اللي احنا شفناه هجوميا ووسطيا في مباراه بورتو في فجر اليوم، ده يخليك تفكر 100 مره ان النادي الاهلي حرفيا طلع من بطوله كاس العالم وهو محقق هدف كبير قوي، وهو انه قدر ان هو يبني فرقه، وكمان قدر المدرب بشكل نقوله الى حد ما ان هو يحط ايده على حاجات كتير. احنا كسبنا مدرب عنده رؤية كبيرة جدا ولاعيبة كبيرة جدا عندها اصرار. فطبعا احنا نركن التحليل على جنب وتعالى نتكلم شوية في كلمتين يطمنونا، وما تحكمش على فرقتك من اول 4 ماتشات مع مدرب جديد ولاعيبة جديدة. انت بتبني سكواد جديد للفترة اللي جاية. فانا بالنسبة لي كفاية جدا جدا ان انا اشوف فرق كبير جدا ما بين اول مباراة وهي مباراة باتشوكا واخر مباراة اللي هي مباراة بورتو. احنا كاهلاويه طموحنا دايما في السماء، واحنا جمهور بصراحه ما بنحبش موضوع الخروج المشرف، لا احنا بنلعب علشان نكسب. لكن لازم نعرف ان في فرق كبير جدا جدا ما بين الخروج المخزي اللي هو خالي الوفاض وخروج تاني بيدي لك ملامح لمدربين وكمان لاعبين. الزعل طبيعي جدا جدا على خروجك من البطوله دي، وان انت كنت قاب قوسين او ادنى بخلال هدف واحد كان ممكن ان انت تصعد للدور اللي جاي، لولا طبعا التعادل بتاع فريق بالميراس في الدقائق الاخيره، ولكن انت كنت قاب قوسين او ادنى للتاهل للدور اللي جاي. تعال بس نتكلم ونشوف احنا عملنا ايه في ال3 ماتشات بتوع بطوله كاس العالم للانديه بالنظام الجديد. قدام انتر ميامي جوزيه ريفيرو بدا الماتش بتاعه بالطريقه العاديه بافكار واضحه جدا، وبدا ان هو يضغط ضغط متوسط على فريق انتر ميامي اللي كان بيحاول ان هو يضغط عليك ويبختك في الشوط الاولاني، ولكن كان فيه هدوء كبير جدا ما بين لاعبين النادي الاهلي الا في الامتار الاخيره. والنقطه اللي تحتسب برضو مش على تريزيجيه لوحده في مباراه انتر ميامي، تحتسب على جوزيه ريفيرو نفسه، هو موضوع ركله الجزاء اللي شاطها تريزيجيه وضيعها. تخيل ان الكوره ديت لو انت فعلا احرزتها، النادي الاهلي احرزها في اول مباراه وقدر ان هو يفوز في مباراه انتر ميامي فعلا على انتر ميامي في ملعبه، كنت هتلاقي نفسك دلوقتي مؤهل ان انت تلاعب فريق باريس سان جيرمان. ولكن طبعا سوء القدره بتاعه مدرب زي جوزيه ريفيرو في المباراه الاولانيه امام انتر ميامي هي اللي خلت لاعب زي تريزيجيه اللي يشوط ضربه الجزاء، ولو انه مش اللاعب الاول المؤهل للشوطه. اكيد كلنا عارفين ان وسام ابو علي رقم 1 ومن بعديه على طول هو زيزو، لكن دي مش النقطه اللي هنتكلم عليها، واحنا مش جايين نبكي على اللبن المسكوب، احنا جايين بس نقول ملخص بسيط احنا شفنا ايه في بطوله كاس العالم للانديه من مدرب انا شايفه مشروع كويس، رغم ان انا كنت معترض عليه تماما في بداياته، ولكن انا شايف ان هو هيعمل مشروع كويس وان شاء الله المشروع ده يكمل. في الشوط الثاني قلب الطريقه بتاعته ل 4-2-3-1 وبدا ان هو يحاول يستقبل فريق انتر ميامي في نص ملعبه، ولكن ده ادى للضغط الكبير جدا علينا من فريق انتر ميامي، ولولا الرعونه اللي حصلت في الشوط الاولاني ما كانش انتر ميامي قدر ان هو يبختك ويحاول ان هو يضغط عليك في الشوط الثاني، لان انت ضيعت فرصتين 3-4 في الشوط الاولاني كان ممكن تخلص وتقضي بيهم على افتتاحيه كاس العالم وتخلي البطوله مسارها سالك بالنسبه لك وتحت رجلك. في الماتش الثاني طبعا امام بالميراس وده ماتش النكسه الكبيره. انا مش هتكلم طبعا واقول لك ان احنا لعبنا بالنهار ولا ان احنا ادائنا بالنهار مش بيكون ولا بد زي طبعا ماتشات سان داونز، ولكن خلينا اتكلم معاك بشكل مبسط. فريق بالميراس ومدربه قدر ان هو يقرا النادي الاهلي بشكل كويس جدا، وده كان فشل كبير جدا جدا من مدربنا جوزيه ريفيرو اللي استجاب وبلع الطعم.
الماتش الاولاني انت كنت بتضغط على انتر ميامي في الشوط الاول لحد ما بدات ان انت تستنفذ طاقتك في الشوط الثاني وبدا الريتم بتاعك يقل شويه. مدرب بالميراس قرا الحته دي كويس، ما ضغطش عليك نهائيا في الماتش الثاني، وبدا ان هو يتراجع لنص ملعبه في الشوط الاولاني لحد ما بدا النادي الاهلي يستنفذ الطاقه بتاعته. وفي الشوط الثاني بدا ان هو يلعبه على المرتدات بشكل مكثف، وكمان على الشورت باص بشكل مكثف جدا لزياده اجهاد لاعبي النادي الاهلي اللي ما عندهمش القدره ان هم يلعبوا الماتشات بتاعتهم بالنهار. وبناء عليه انتهى اللقاء بنتيجه 2-0 بصفر فني كبير جدا. مش معنى ان انت خلاص اتغلبت 2-0 انت كده طلعت حاجه من المباراه، لا، انا عايز اقول لك ان ماتش بالميراس مفيش اي وعي ولا تكتيك فني نهائيا، الا حاجه واحده بس، ان في الدقيقه 90 بدا جوزيه ريفيرو ان هو يلعب بجناح يمين، بقى عنده جناح يمين وجناح شمال. وطبعا اللي انت تعرفه ان جوزيه ريفيرو ما بيلعبش من الماتش الاولاني او من ماتش باتشوكا بجناح يمين، هو بيخلي الجناح يضم القلب الملعب علشان يخلي الميل كامل ناحيه الشمال والضغط الكامل ناحيه الشمال، ويفضي مساحه للرايت باك اللي هو محمد هاني علشان يبدا ان هو يضغط من الجبهه بتاعته. ولكن كلنا طبعا عارفين ان محمد هاني احد اللاعبين اللي حتما ولا بد واتمنى انه ما يكونش متواجد مع النادي الاهلي الفتره اللي جايه. طبعا الكلام ده صعب جدا، بس انا شايف عمر كمال عبد الواحد افضل منه بمراحل. محمد هاني صعب جدا جدا في مكانه، لا بيدافع ولا بيهاجم ولا بيبصح ولا بيرفع اوفر محترم. لكن في ماتش بورتو بقى واللي شفناه فجر اليوم هو اهلي مختلف تماما عن مباراه بالميراس بنسبه تتعدى ال 200%. ماتش الاهلي امام بورتو بدا النادي الاهلي ان هو يضغط، يلعب شورت باص، بدا ان هو يبقى فيه ايجابيه كبيره جدا من لاعب زي زيزو اللي كان بياكل الملعب حرفيا. كان واحد زي وسام ابو علي بيحاول ان هو يضغط، بيجابه اللاعبين بتوع فريق بورتو ومدافعين فريق بورتو، وبيبدا ان هو يضغط عليهم بجسمه. كان في شكل للنادي الاهلي فعلا في مباراه بورتو، وبين ملامح كبيره جدا للنادي الاهلي تحت قياده جوزيه ريفيرو، وده اللي طمني جدا خلال الفتره اللي جايه. اسوأ حاجه واللي عكرت المزاج فعلا في مباراه بورتو امبارح، وهي مش هتكلم واقول لك 2-2 بتاع بالميراس وانتر ميامي، لا خالص. انا اللي ضايقني جدا هو المنظر الدفاعي بتاعنا ومنظر حارس المرمى. حارس المرمى محمد الشناوي سيء جدا، من سيء لأسوأ. مش هتكلم طبعا عن ماتش انتر ميامي، ماتش انتر ميامي هو كان عملاق فيه، لكن احنا ما ينفعش يبقى عندنا حارس مصر الاول وحارس منتخب مصر ويمشي على سطر ويسيب سطر. الماتش بتاع امبارح هدفين، هو متحمل الهدفين اللي دخلوا فيه، ما حاولش حتى ان هو ينط عليهم، لا هو كان بيزحف وراهم على الارض. انا ما شفتش المنظر ده من محمد الشناوي من ماتش الخمسه اللي اتلسعناه من سان داونز في 2019. ناهيك طبعا عن شكل الدفاع بتاعنا بغض النظر طبعا عن اشرف داري، لكن احمد رمضان بيكم مفيش. الناحيه الثانيه اللي هي ناحيه محمد هاني مفيش. الناحيه الشمال احمد نبيل كوكا برضه مفيش، لا هجوم ولا دفاع. تعالى بقى لنص الملعب وهو حمدي فتحي، اللي طبعا حمدي فتحي زمانه راجع طبعا على ناديه القطري، ولكن اللاعب المميز جدا واللي لازم نمسك فيه بايدينا واسناننا، حرفيا بايدينا واسناننا، اليو ديانج. والتبديله الجوكر فعلا اللي فرقت جدا في نص الملعب. اليو ديانج لا يتم نهائيا التفريط فيه تحت اي شكل من الاشكال. بصراحه معدي مروان عطيه بياما، وتخيل كده اليو ديانج في نص الملعب من قدامه محمد علي بن رمضان اللي هو اكتشاف، بصراحه اكتشاف، وتسلم ايد العين اللي جابته. بجانبهم طبعا امام عاشور اللي ان شاء الله ان شاء الله ربنا يرجعه بالسلامه. فما تحكمش على مدرب زي جوزيه ريفيرو من مباريات كاس العالم، ابدا ان انت احكم عليه بشكل ايجابي، ان هو لولا الظروف دي كلها قدر ان هو يجيب نقطتين في بطوله كاس العالم. طبعا نقطتين دي حاجه قليله، ولكن قدر ان هو يجابه بطل اوروبا مرتين وهو فريق بورتو، قدر ان هو يجابه فريق زي انتر ميامي، ولولا الرعونه بتاعه اللاعبين كان زمان الماتشات دي كلها خلصانه لينا. كان زمان النادي الاهلي متاهل للدور اللي جاي برصيد 6 نقاط. طبعا الاهداف الكتيره اللي ضاعت امبارح وكمان الاهداف الكتيره اللي ضاعت امام انتر ميامي كل ده فرق معانا جدا، ولكن ان شاء الله ده يتصلح الفتره اللي جايه. فيا صاحبي ما تزعلش، الخروج مش نهايه، الخروج ده ان شاء الله هيكون بدايه لمشروع كبير جدا جدا. خليني اقول لك لو الاهلي كمل على الشغل والطريقه دي فبعبع افريقيا راجع من جديد الموسم اللي جاي
وانا وانت والايام بيننا. فلو شايف بقى ان الاهلي قدم حاجه كويسه في بطوله كاس العالم، يا ريت تكتب كومنت كده تحت الفيديو ان انت ورا الفريق وورا النادي الاهلي في كل خطوه. وما تنساش اللايك والشير عشان نفضل دايما سند ودعم للنادي الاهلي على المره قبل الحلوه مع النادي الاهلي. واشوفك على خير يا صديقي المره اللي جايه. سلام.